السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، فيديو صغير على السريع ان شاء الله. زي ما انتم متعودين احنا مش بنطول باذن الله في حلقاتنا عشان الكل يستفيد. معلومة على السريع النهاردة عايز اقول لك، لما يجي دكتور السنان يقول لك اعمل اشعة، اوعى تطنش الموضوع ده. لو كان في ضرس عقل عايز يخلعه، لو كان في حاجة معينة هو شاكك فيها، لو كنت مثلا عامل تلبيسه، او كنت عامل مثلا كوبري او حاجه وفجاه لقيته فالير وبدا يطلع ريحه وحشه، عمل لك خراج او كده، فالدكتور عايز يطمن اذا كان حشو العصب باظ كله ولا ممكن عايز يتعاد مثلا، ولا هل الموضوع ده مثلا الجزء اللي فوق بس هو اللي باظ ومحتاج يتنضف واكمل على حشو العصب القديم. بالله عليكم لازم نسمع كلام الدكاترة، لأن ده لمصلحتك وهو عارف الحاجة دي صح. في مراكز كتير بتبقى معمولة في أرياف وفي حتة تحت السلم، يعني بسرعة مثلا بتلاقيها مثلا بتسكب خطوة الأشعة دي وتخلع مثلا. يعني في ناس كتير بتخلع من غير أشعة، وده غلط، لأن دايما أنت إيه، ما تعرفش في فاريشن، في حاجات ممكن تكتشفها أنت طول ما أنت ما شايفش إيه اللي في الجدر تحت في العظم. ما ينفعش إنك أنت تاخد خطوة الخلع خاصة. ده ناهيك طبعا عن باقي الخطوات اللي هي حشو العصب وباقي الحاجات اللي زي كده. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.